السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بوصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة إن شاء الله هنعمل حلاوة المولد. عملنا قبل كده السمسمية، النهاردة هنعمل القشطة. القشطة يا جماعة شايفين المطة بتاعتها عاملة ازاي؟ جميلة جدا ومن الوصفات الناجحة على طول، يعني إن شاء الله تعمليها تنجح معاكي لو انت مشيتي على الخطوات اللي أنا بقولك عليها. نشوف مع بعضينا. أول حاجة نصلي على النبي في التعليقات يا جماعة، ومتنسوش تحطي اللايك. هنجيب صينية بايركس زي ما انتوا شايفين، وهندهنها حوالي معلقة من الزيت، وندهنها كويس خالص زي ما انتوا شايفين من الجوانب وعلى قاعدة الصينية يعني. وهنجيب كيس خزين زي ما تعودنا مرة فاتت، يعني ان احنا نجيب كيس خزين ونفتحه ونحط عليها على الصينية بايركس، وبعد كده هندهن كويس جدا الكيس بالزيت زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وبعد كده هجيب جوز الهند، هحط كمية مناسبة ان انا احطها في قاعدة الصينية، يعني كمية مناسبة. وبعد كده جبت الفروت المجفف وحطيته، وهقول لكم على مقادير في الوصفة ان احنا نحط قد ايه يعني مقادير. هنبتدي مع بعضينا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. معانا كوبايتين الا ربع من السكر، ومعايا 3 معالق ونص من الجيلاتين حوالي 50 جرام، ومعايا ربع كوباية من عسل الجليكوز، ونص كوباية من المية، ومعاها نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وكوباية ونص من جوز الهند، وكوباية من الفروت المجفف للتزيين، ومعايا كمان ربع معلقة من ملح الليمون. هنبتدي مع بعضينا ان احنا نحط على البارد الاول السكر، وعليها المية زي ما انتوا شايفين كده في الوصفة، وهنقلب كويس وندوبها. ومش مهم ان هو يعني ان احنا نقلبها جامد، يعني احنا ممكن بس نقلبها كده، نخفف بس من كمية السكر اللي موجودة في المية زي ما انتوا شايفين. معايا بقى كوباية فيها مية، انا جبت المعلقة ورحت حطيت العسل الجليكوز عشان خاطر بيلزق على طول في المعلقة عشان هو تقيل يعني سمكه. فبتجيبي كوباية وحطي فيها مية، وبالمعلقة كده تشيلي عسل الجليكوز زي ما انتوا شايفين في الوصفة، ونقلبها كويس خالص. ده كله طبعا على البارد. مننساش يا جماعة نصلي على النبي في التعليقات، وكمان اللايك والاشتراك في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش. انا كده قلبت العسل الجليكوز وقلبت معاها المية والسكر، ودلوقتي حطيته على النار زي ما انتي شايفة. قعدت اقلب طبعا لغاية ما ابتدي يغلي معايا. واول ما ابتدى يغلي معايا كده على النار، رحت حطيت نص معلقة من الفانيليا وقلبت كويس خالص. وما تكتريش في الفانيليا، وكمان بلاش ان انت تحطي مية ورد، لان هي اصلا ريحة الفانيليا مع القشطة، مكونات القشطة جميلة جدا، مش محتاجة ان انت تحطي مية ورد عليها. انا جبت بقى من الناحية التانية، سبت تغلي على النار، سبت الشربات يغلي على النار يعني. وجبت الجيلاتين وحطيت عليها حوالي 3 معالق ونص من الجيلاتين، وحطيت عليها المية الدافية، يعني تلت كوباية مية دافية مش كتيرة، بس تغطي كده اهو. ولو حسيتي ان هي تقيلة معاكي ممكن تزودي لها مية، بس تكون دافية او سخنة، يعني يا ريت لو سخنة يبقى احسن. وبتسيبيها شوية كده اهو، بتقلبيها وبتسيبيها شوية. ده بعد ما الشربات اللي معايا بتاع القشطة بعد ما تقل شوية، شايفين اللون تقل ازاي معايا؟ شايفين القوام عامل ازاي؟ زي ما انتوا شايفينها كده. احنا اتفقنا ان اول ما بتحطي ملح الليمون بتديها غلوة بسيطة، وبعد كده بتطفي عليها. ليه؟ لان ملح الليمون ده اصلا مادة ملمعة، وبتديها القوام المظبوط للشربات اللي انت هتعمليه، اذا كانت سمسمية او حمصية وكمان فولية. انا شغلت النار على الناحية التانية وحطيت عليها الجيلاتين زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين حطيت الجيلاتين وحطيته على النار. ليه بقى؟ عشان يفك معايا شوية، يفك معايا يعني ايه، ما يبقاش ماسك زي ما انتوا شايفين كده. وطيت عليه النار خالص وقلبت قلبتين كده لغاية ما سخن معايا. انا عايزاه بس يسخن، عايزاه يسخن
زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. ورحت جبته بقى وحطيته في العجانة بمضرب البيض، يعني العجانة اللي هو فيها بقى السلك بتاع مضرب البيض. لو ما عندكيش ممكن تشتغلي عادي بمضرب البيض العادي الكهربائي، بس تخليه على اعلى سرعة. وانا برضو في العجانة هنا خليته على اعلى سرعة. قلبت كتير خالص بس عشان يعلالي حتة صغيرة، انها تبرد حتة صغيرة مش كتير، عشان طبعا احنا حطينا الجيلاتين سخن. بعد ما حطينا جبت الشربات اللي عاملاها ونزلت سرسوب من الشربات، يعني كده حبل كده اهو، ما حطيتش كتير. وزي ما انتوا شايفين انا بتطوع كده وبالراحة، وكل ما بزود الشربات بلاقي ان القوام بتاعها بيعلى زي ما انتوا شايفين كده في الطريقة. يا رب الوصفة تعجبكم، ويا رب تحطوا لي لايكات وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي انا كده حطيت كل الشربات بتاع القشطة. طبعا هيكتر معايا، بس اهم حاجة تكون على اعلى سرعة عندك في العجينة. زي ما انتوا شايفين يعني هي اعلى سرعة وانا مسرعة برضو في الفيديو. بصوا بقى انا عايزة اوريكم القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي. هي نفس طريقة المارشميلو، نفس طريقة المارشميلو بس بشوية اختلافات بسيطة. زي ما شايفين كده، بصوا بتشد معاكم، بتلاقيها شايفة القوام. يعني انا عايزة القوام ده، القوام اللي يدوبك لسه بينزل بتقل ده، وايه بيعمل خيط وراها. زي ما انتوا شايفين كده انا بطلع بقية الكمية كلها من مضرب السلك. هو كانت صعبة شوية، يعني صعبة هي، بس الحمد لله يعني عدت معايا تمام. انا نزلت الكمية صراحة. انا افتكر ان الكاميرا بتصور معايا، طلعت ما بتصورش اول ما حطيتها في الصينية، بس بعد كده شغلت الكاميرا معايا وكده انا حطيت الكمية كلها. حطيت عليها جوز الهند من فوق، طبعا كمية كتيرة جدا من جوز الهند عشان خاطر تلزق فيها. يعني ما ينفعش ان انت تحطي الكيس غير لما تكوني متأكدة 100% ان انت حاطة كل الكمية بتاعت جوز الهند وكمان الفروت. شايفين انا سبتها يعني حوالي 3-4 ساعات عشان توصلي بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، وطلعت معايا تحفة جدا. والصراحة ما استنيتش لغاية الصبح عشان خاطر تقعد شوية، يعني العيال اكلوها على طول حبوها. انا جبت كيس على القطاعة وحطيت عليه الكيس التاني طبعا عشان فيه زيت بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وحطيت جنبي علبة كده فيها زيت، وسكينة جبتها لازم ادهنها بالزيت، مفيش حاجة هتنفع معاكي غير الزيت. انا قلبتها يعني بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، قطعتها كويس خالص. شايفين بتتقطع ازاي؟ هي صراحة طلعت جميلة جدا معايا، طعمها تحفة جدا. ما تكتريش السكر فيها عشان خاطر تبقى حلوة معاكي وهتطلع ناجحة ويقولولك تسلم ايدك. انا السكينة اللي كانت معايا هي كانت عادية، انا جبت دلوقتي سكينة مشرشرة هي اللي نفعت معايا، وقطعت كل الكمية زي ما انتوا شايفين. اللايكات يا جماعة لو سمحتوا عشان بس قناتي تعلى شوية، وياريت تشيروا كمان الفيديو. انا عملتها لكم باسهل طريقة. انا جبت طبق التقديم وكمان حطيت عليها جوز الهند زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة، وحطيتها في جوز الهند زي ما انتوا شايفين كده، وطلعت معايا بالشكل ده. شايفين واحدة واحدة جبتها وحطيتها. دي كل الكمية اللي انا عملتها، الصينية اللي عملناها مع بعضينا. بصوا بقى انا عايزة اوريكم بالظبط عاملة ازاي، بصوا سمكها ازاي، وبصوا بيضة وشكلها حلو ازاي، وطعمها كمان مش قادرة اقول لكم عليها، طعمها تحفة فوق الخيال يعني.
بصي المطة بتاعتها بتتمط ازاي، هي شبيهة بطريقة المارشميلو. وان شاء الله في يوم من الايام هعمل لكم مارشميلو، اعمل لكم فيديو مارشميلو بالالوان بتاعتها زي ما انتوا شايفينها كده، جميلة جدا. انا حبيت اوريكم ان هي بتتمط لغاية قد ايه. عيالي كانوا جنبي صراحة وكل شوية ماما هاتي حتة هاتي حتة، فاضطريت ان انا اقطع حتة واديها لهم زي ما انتوا شايفين. ودي الوصفة، يا رب تعجبكم. ولو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا لي لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. وبالهنا والشفا من مطبخ أمي يارا.